بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الرقية الشرعية أو التجار تاع الدين أو المشعوذين اللي لابسين واحد اللباس تاع الرقعات. هاد التجار اللي ولات كتجيب لهم واحد الأموال طائلة، كتلقى أي واحد حل واحد المكتب وجهزو دار فيه ميكروفون وكيبدا كيستقبل الناس. اكيد من بعد ما يكون دار واحد الدعايه لنفسه في جميع مواقع التواصل، وتشوف بزاف حط بزاف تاع الحالات اللي اغلبها كتكون او ماشي اغلبها كلها كتكون ماشي حقيقيه، فقط هذا ركن من الاركان تاع الاشهار ديالو. كما غادي نشوفوا اليوم هاد البنت اللي مسكينه فقدت البصر نتاعها في واحد العين الاخرى كانت كتعالج، غلبها العلاج وغلبها داك خصها الفلوس نتاع التنقل فتغلبت، واللي زاد لها يعني وفاق من الاوضاع ديالها انها تصابت بالصرع. وانتم كما كتعرفوا بزاف تاع الناس اللي ما كيقدوش على الطبيب وعلى المصاريف ديالو وظروفهم كتكون قاسيه، فكيلتجوا ايضا لهذا الطريق نتاع الرقات اللي كيستنزفوهم وكيخرجوا منهم اكثر ما غادي يدي الطبيب. ففعلا هاد البنت نظرا الظروف تاعها صعيبه نصحتها واحد المراه انها تمشي تشوف راقي، وبما ان فيها الصرع قالت لها انت دواك ماشي عند الاطباء، ودابا شوفي شحال وانت كتمشي وما تعالجتيش، سيري جربي عند الراقي وغادي يكون ثمن اقل وغادي يجيب الله الخير. راه بزاف تاع الناس مشاو وتشافوا كما قلنا قبل، بزاف تاع الرقات اللي كيسخروا بزاف نتاع النساء اللي كيديروا لهم الدعايه حتى هما في الاوساط وكيقولوا راه مشيت عنده تشافيت، ومشات عنده بنت عمي، مشات عنده خالتي، مشى يعني كيديروا لهم ديك الدعايه في الاوساط الشعبيه وبين الدعايه الناس، يعني كاين اللي كتشوفوها دايرينها في المواقع، وما هذا ما كينفيش انهم كيديروها حتى على الواقع. ففعلا البنت غادي تمشي عند هذا الراقي، مشات عنده حضرت الحصه الاولى، بدا كيشخص لها المرض نتاعها، قال لها فيك هذا الشيء صعيب بزاف بنتي، ولكن ما تخافيش راكي طرقتي الباب الصحيح وغادي الشفاء ديالك غادي يكون على يدي، غير تابعي الدواء ديالك كما غادي نقول لك. وفعلا مشات رجعت لدارهم وقالت نتبع الله يجيب الله الشفاء، لانها حتى هي عيات من داك مشي ومجي وكثرت المصاريف. فرجعت عنده المره الثانيه المره الثالثه، عطاها واحد الماء قال لها شربي بعدا هذا الماء. كانت كل ما كتمشي في المره الثانيه وفي الزوجه كان كيعطيها البخور ويعطيها شي تخربيق وشي كتب. هذيك المره قال لها شربي هذا الماء بعدا غادي يرخيك، وغادي نبداو صافي الحصه باش نقرا عليك باش نحاول نحيد هذا الشيء اللي فيك. شربت داك الماء، البنت ما بقاتش حاسه براسها، غابت على الوعي تقريبا شي ساعه ولا. من فاقت كانت جالسه على الكرسي، من فاقت لقات راسها ناعسه في داك الكراج، كان فيه واحد البيت لقاتو بانها داها لداك البيت، لقات راسها ناعسه لابسه حوايجها لكن كلها فازقه. من سولاتو قالت له شنو هذا الشيء كله فازقه؟ قال لها بنتي راني قريت عليك وراكي غيبتي، راه انا اللي يعني رشيتك بداك الماء، وداك الشيء اللي فيك هو اللي سبب هذا الشيء. فعلا البنت قالت له راني حاسه بواحد الارهاق، حاسه راسي بواحد الحريق ما قدرتش نتمشى. قال لها راه غير داك الشيء اللي فيك. البنت تاقتو مشات رجعت لدارهم، وهكذا يعني رجعت حصص اخر وكان كيصرى نفس الشيء تقريبا لمده 5 شهور. صافي هي حتى هي البنت بدات كتعيا وملت. ملي سافرت رجع هو كيعيط لها كيقول لها اجي، صافي هي بغات تهرب منه ما بغاتش صافي تزيد. قالت له صافي انا راه جاب لي راجل اختي واحد الخطيب وراني تخطب. فغادي يضحك هو وغادي يقول لها علاش غادي يديك هذا الخطيب؟ الشيء اللي كيتزوج الراجل عليه المراه راه ما عندكش. كتقول له كيفاش؟ كيقول لها واجي من تجي وغادي نشرح لك. تما عاد غادي يتلاقى به وغادي تعرف بانها ما بقاتش بنت، وهذيك هي الصدمه اللي غادي تقول لها بانه في دوك اللقاءات اللي كان كينعسها فيهم صافي اغتصبها. مين بقات هي كتبكي وهي يعني كتحتج على داك الشيء وما بغاتش، كتقول له علاش وانا جيت عندك وثقت فيك وانا مريضه. قال لها سمعي راه كيجيو البنات عندهم 15 عام و16 عام وهما اللي كيطلبوا مني داك الشيء ملي كيحتاجوا الفلوس ولا ما يكونش عندهم يعني ببساطه. قال لها صافي ما عليك حتى شي حاجه، نهار تلقاي شي راجل تبغي تزوجي راه انا ندير لك واحد نمشي نديك لشي طبيب وندير لك البكاره يعني اصطناعيه.
فكتقول هذا الراجل اللي هي كانت كتحشم منه، كانت كتشوفه كبير لانه راجل سبعيني ومزوج جوج العيالات، عمرها ما توقعت منه، وهذه هي سبب الثقه الزايده. فعمر شي واحد فيكم ما يثيق في الرقات ويمشي بوحديته، ضروري يكون معك شي حد من تمشي عند الراقي. وقلناها وعاودنا، راكم شفتوا مؤخرا اش وقع في تونس. الراقي ديك القضيه نتاع الراقي بالقاسم اللي كان يعالج بالمني الطاهر، اللي قدر يجيب 900 مرأة ويغتصبهم. 900 ويغتصبهم عاد. ومي كتجي المرأة تقريبا كتعالج عنده كيقول لها خصك تكري الدار، ماشي يجيبها عنده ولا داير محل، كيقول لها خصك تكري الدار وتجيبي معاك الكركاع واللوز وليستيك يعني اللحم مشوي. يعني شوفوا القذاره، وياكل كل شيء، يمارس عليهم هذاك المرض ديالو، داك الشذوذ نتاعو. عادوا كيخلصوا تقريبا واحد 70 دولار. فتصوروا. وماشي غير الناس اللي ما قارياش او الناس اللي يعني تفكيرها على قدها، بالعكس يعني اخر وحده يعني رغمها انها بقات معاه لمده 3 سنوات وطالبه، يعني كان عنده الزبائن تاعو مختلف الفئات، قارين ما قارينش، لان هاد النوع كتكون عندهم واحد الخبره، كيستغلوا داك الانسان وداك المعاناه نتاع المرض نتاعو، فكيورطوه معاهم. وهادشي اللي دار بالقاسم، يعني صورهم فلدرجه انه استغل اكثر من 900 مرة. فيعني هاد الروقات، هاد التجاره نتاع الروقات واحد يعني ناقوس الخطر. هادي معمرك تمشي الراقي لا عمرو شتي كيقرا شي تمتامات عمرك تثيقي فيه. من غير القران، الا شتي كيقول لك سميت امك، الا شتي كيقول لك عطيني مثلا شي حاجه ديالك، شي كسوتك ولا ضفارك ولا شعرك، صافي عرفي انه ماشي راقي. لان الرقيه كتكون بالاذكار والدعاء، كتكون بالقران، شي حاجه ما مفهوماش الانسان يهرب منها وما يديرش راسو في الشبهات ولا يقول يمكن. لا، الراقي ما كيلمس المراه. ودائما تمشي وانت معاك واحد الشخص، واحد الا كانت مثلا مراه تدي معاها سواء الزوج تاعها والاخ او الاب، ما تمشيش بوحديتها باش ما تعطيش فرصه لذاك الشخص الا كان انسان مريض باش يستغلها. وخصوصا اللي عندهم بنياتهم صغار، ولا يمشيو معاهم في كل مقيته في كل وقت ويدخلوا معاهم. لان دابا من كثرة ما بقاو يديروا الرقات راه كيخافوهم. انا كنعرف واحد البنت مشات قالت لك سلخها بالعصا، قالت لك حتى كنت غادي نموت في يديه. يعني يا اما تعرضي للاغتصاب ولا يا اما للضرب، يا اما يعني تسولوا بزاف قبل ما تمشيو. ومن الاحسن ما تمشيوش. اللي عندها خوتها وعائلتها يرقيوها وهي ترقي، الا قدت وكان المرض تاعها يسمح لها، من الاحسن هي ترقي نفسها. دابا نتمنى وزارة الشؤون الإسلامية أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المهم الوزارة المختصة، تقنن هذا المجال وتسد على هاد التجار اللي كيضروا بزاف تاع الناس، وزادوا وكثروا بزاف بزاف. كل مرة كنسمع وحدة اغتصبها راقي، وحدة ضربها راقي ماتت. يعني ماشي غير اغتصاب، كيضربوهم وأيضا كيبيعوا داك الماء والزيت اللي كيكون ملوث، كيدير أمراض، وكيكون جالس منتهي الصلاحيه نتاعو عندهم بواحد المده. ودابا كنشوف غير هاد البنت مسكينه ما عندها صحه، ما كتشوف، خايفه تقولها لعائلتها، خايفه تمشي تبلغ، ما عارفه اش دير. قالت لك ما عندهاش حتى صحه وخايفه حتى دارهم يعرفوا. فالله يدير لها شي تاويل تاع الخير. كانت معكم العيطموس، الى الفيديو الجاي، في امان الله.